بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر اخواتنا في فلسطين نصرا قريبا، اللهم امين. واحفظ اولادنا يا رب. امبارح بسأل محمد ابني، بقول له يا محمد نفسك تفطر ايه بكرة؟ قال لي يا ماما انا نفسي افطر الحواوشي الجميل اللي انتي بتعمليه. قلت له بس كده يا محمد، من عينيا الاتنين. وطالما هنعمل حواوشي يبقى نعمل جنب منه خبزة عيش حلوة برضو بالمرة بقى. هنجيب 2 كيلو دقيق وهننخل الدقيق زي ما انتوا شايفين، علشان خاطر لو في اي شوائب او في اي تكتلات تطلع معانا في المصفى، وفي نفس الوقت يدخلوا هوا. ويا ريت تدعمونا باللايك الجميل والاشتراك، طبعا ده حاجة تشرفنا، وطبعا تعليقاتكم تهمنا جدا. خلصنا كده الدقيق، هنبتدي بقى نجهز الخميرة. حطينا معلقة سكر صغيرة مع معلقة خميرة صغيرة، ونكون محضرين مية دافية. هنحط شوية مية دافية بساط كده، ونقلب الخميرة مع السكر جيدا، كأننا بالظبط بنضرب نسكافيه، لحد ما الخميرة تدوب هي والسكر. ونبتدي نحل بقى الخميرة بشوية مية مثلا كده لحد نص الكوباية، ونقلبها برضو جيدا، ونتركها لمدة 3 دقايق، مع مراعاة ان احنا نغطيها علشان الخميرة تتفاعل. نحط بقى معلقة الملح الجميلة بتاعتنا، معلقة ملح صغيرة، ونقلبها مع الدقيق جيدا. زي ما انتم شايفين انا برفع ايدي وانا بقلب الدقيق عشان يدخلوا هوا، لان ده بيساعد ان العجينة تبقى كويسة، تبقى حلوة وهشة مع الخميرة طبعا. بسم الله ما شاء الله، الخميرة اصبحت جاهزة هي للعجين. طالما الخميرة فارت كده معاكم يعني هي كده ناجحة. لو ما فارتش كده، لان ده يعتبر اختبار خميرة، لو ما فارتش الخميرة معاكم كده يبقى الخميرة بايظة ولا تصلح للعجين. 2 كيلو دقيق يا جماعة انا بحط عليهم من 5 كوبايات مية دافية ل6 كوبايات مية، وعلى حسب نوع الدقيق. ولازم عجينة العيش يبقى ليها عرق، مش تبقى يابسة، لا يبقى ليها عرق كده بتشد معاكم. هنقلب العجينة جيدا. كل ما تدوا العجينة حقها في العجن تطلع معاكم بسم الله ما شاء الله هشة وجميلة. والله ما في أجمل من الخبيث في البيت. ما كانش عندي استرتش بصراحة، قلت احط بقى اكياس تخزين بتاعت التلاجة وفوقيها كده فوطة تقيلة. وعبال ما العجينة ما تخمر نعمل بقى خلطة الحواوشي الجميلة بتاعتنا. جايبين نص كيلو لحمة مع بصلتين متوسطين، قرنين فلفل كوبي، طماطمتين، معلقة بهارات السبع حبوب، ومعلقة بهارات حواوشي، ومعلقة فلفل أسمر، وملح من كل حاجة معلقة صغيرة، ما عدا الملح طبعا على حسب الرغبة. أنا بحب أقطع البصل والطماطم والفلفل، ما بحبش أحطهم في كبة علشان ما ينزلوش مية كتير، فالحواوشي يبقى قلبه معجن معانا. نقلب الخلطة جيدا. طبعا اللحمة لازم تكون ملبسة شوية، والملح بزوده شوية في الخلطة علشان العجينة بتمتص الملح اللي في قلب خلطة الحواوشي، فما يبقاش معانا عادب. هنقسم اهوت العجينة خلطة الحواوشي على حسب عدد الأرغفة اللي انتوا عايزينها. بسم الله ما شاء الله العجينة خمرت اهيت وأصبحت جاهزة للتقطيع. سبحان الله، الخبيز في البيت بيخلي فيه بركة، ويخلي فيه كده يعني الولاد نفسيتهم هادية. كل ما يشموا ريحة الخبيز بيبقوا مبسوطين، بيطمنوا على الأمن الغذائي. نحط العجينة على الترابيزة ونعجنها برضو شوية كده. نجيب شوية دقيق ونرشها في الصينية، ونقطع عجينة العيش على قد ما انتوا عايزين القطعية كبيرة صغيرة زي ما انتوا تحبوا. حطينا فردنا عجينة الحواوشي. اهم حاجة ما تجيبوش خلطة الحواوشي على الحروف عشان تعرفوا تقفلوا رغيف الحواوشي ما يفكش منكم. نحضر صينية وندهنها بالزيت. انا ما عنديش فرن خبيز، بخبز في قلب الفرن في الارضية بتاعة الفرن،
ولما الجنب بتاع الرغيف يتحمر بقلبه على الجنب التاني. اما بالنسبه للعيش البلدي انتوا لاحظتوا طبعا ان انا مسحته بفوطه، الفوطه ديت مبلوله علشان خاطر تمتص السخونيه بتاعه الصينيه، فبالتالي العيش ما يتلسعش مننا. واول ما العيش تلاقوه عمل فقاعات هواء، معنى كده ان هو خلاص هيبتدي يقب معانا اهوت. بسم الله ما شاء الله، العيش اهوت زي الورد، واول ما يقب معاكم تقلبوه على الناحيه التانيه عشان يتحمر. ما احنا بقى بنخبزه فوق البوتاجاز. بسم الله ما شاء الله، ايه الجمال ده. وادي اهوت العيش ابو لحمه، مقرمش من بره وطري اهوت من جوه، وحاجه اخر جمال. وربنا كده يخلي لنا ولادنا، ما كل حاجه حلوه بنعملها علشان خاطر عيونهم. وكل سنه وانتوا طيبين وبألف هنا وشفا.